اي سيدك بن سيدك قاعده نتصفح في التيك توك نتفرج، لقيت واحده مصريه اكسكيوز مي حربوقه مصريه قالت لك هو اللي تونس سكتت ودلوقتي عملت قافله معاها جزائريين ورايحين على ليبيا وداخلين على مصر. هي مصر زريبه عندكم، هي مش عارفه ايه، انتوا فاكرين هتعدوا بالسهل واحنا ناقصين واحنا مش عارفين ايه، وانتوا مدفع لكم مين اللي دفع لكم فلوس حبيبتي احنا توانسه، احنا عرب، احنا مسلمين، احنا من بكري كنتحركوا مش من تو معناها. ارجع اقرا التاريخ يا بقرة. واكيد واضح إن المسلسلات والأفلام مأثرة على طريقتك في الكلام وبتحاولي تقلدي ومش فاهمة. أنا بالنسبة للحرابيق موجودين في كل مكان حتى في تونس. المهم أو خلاصة الكلام، محدش يجي يعيش علينا دور البطولة والتضحية. إحنا أكتر شعب فعلاً ضحى عشان القضية الفلسطينية ولسه مكملين، وده مش محتاج شرح ولا توضيح. والأهم من كل ده إن رئيسك ودولتك وجيشك طالما ما طلعوش بيان رسمي عن القافلة، يبقى القافلة دي مش رسمية، ولازم نعرف هدفها ونتأكد إذا كانت مناسبة أو لأ، لأن إحنا دولة وليها حدود وأمن قومي. وبعدين عندكم دولة وجيش، تقدروا تتحركوا جواً أو بحراً ومش لازم تمروا من دول تانية. وفي كمان سوريا، الأردن ولبنان، عندهم حدود مباشرة مع فلسطين. ليه مصر بالذات؟ الخلاصة، المرور من عندنا مرفوض شعبياً، والقرار بيرجع للدولة وهي المسؤولة أولاً وأخيراً.